يا مساء الفل والجمال على كل الناس. النهارده يا معلم معنا فيلم من العيار التقيل، وانا بحذرك وبقول لك لو سنك اقل من 18 سنه بلاش تشوف الفيلم، لانه مليان اثاره ورومانسيه وحب، يعني فيلم تقيل ومش لاي حد. يلا يا معلم هات كوبايه الشاي المتينه وخليك معايا. النهارده معانا فيلم بيلعب على اوتار حساسه جدا، حكايه كلها رغبه وغموض وتوتر من نوع خاص. بيبدأ فيلم الليلة مع بنت من الريف جميلة جدا اسمها ماريا، وعندها 18 سنة، وكانت عايشة مع والدتها في الغابة بترعى البقر وتهتم بيه. وماريا بنت بسيطة جدا وعايشة على الفطرة، وما تعرفش أي حاجة عن الحضر والمدن. وكمان بنعرف إن ملهاش صديق ولا صاحب غير الكلب بتاعها، وعمرها ما عملت علاقة مع أي شاب. لكن لما وصلت لسن البلوغ وشافت التغيرات اللي في جسمها حست بالحرمان والوحدة، وكانت في احتياج إنها تعمل علاقة مع أي شاب علشان تفرغ الشحنة الجنسية اللي في جسمها. وللأسف ما كانش في حد في القرية غيرها علشان تعمل معاه علاقة وتفرغ الشحنة اللي جواها. عشان كده بدأت تلعب في جسمها وبإيديها تريح نفسها. وفي يوم من الأيام كانت في الغابة وبترعى البقر بتاعها، وحست إن في واحد بيراقبها وماشي وراها. وماريا خافت وفضلت تبص يمين وشمال علشان تعرف الشخص اللي ماشي وراها، لكن ماريا ما شافتش أي حد. وساعتها حست إنها بتتخيل. بعد كده قعدت تلعب مع الكلب بتاعها وكانت فرحانة جدا ومبسوطة. بعد كده خلعت هدومها ونزلت المية وعاشت حياتها وحدها. فجأة حست إن الشخص ده بيبص عليها مرة تانية وهي من غير هدوم في المية. راحت بسرعة لبست هدومها، بعد كده اتشمست ونامت على الأرض. وتخيلت مرة تالتة إن الشخص ده بيبص عليها. وبالليل ماريا بتحلب البقر بتاع مامتها، وكانت دايما بتفكر في الشخص اللي بيبص عليها وراقبها، وكان نفسها تعرف مين هو الشخص ده. وقتها مامتها قلقت عليها وراحت عندها عشان تشوفها وتطمن عليها. تاني يوم وهي في الغابة لوحدها التغيرات الجسدية والهرمونات الجنسية كانت مسيطرة عليها، وماريا ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل في جسمها. بعد كده حاولت تهدي نفسها. بعد كده بتشوف خيال واحد من بعيد بيقرب عليها. ساعتها خمنت ان الشخص ده هو اللي بيبص عليها واللي دايما على طول بيراقبها. وفعلا قربت منه وعرفت انه رسام واسمه ديفيد، واتفاجئت انه راسم صورتها وهي عريانة. راحت ماريا خافت منه جدا. راح ديفيد طمنها وقال لها انا من زمان باجي هنا وارسمك، ومعايا صور كتير ليكي وانت من غير ملابس. وقتها ماريا لما عرفت كده اغمى عليها وفقدت الوعي. راح ديفيد فوقها وطمنها وقال لها مفيش حد هيشوف الصور ديت، وعرفها انه معجب بيها وعمره ما هيأذيها. وساعتها ماريا فرحت جدا ان في حد مهتم بيها وبيحبها. بعد كده هما الاتنين بيتعرفوا على بعض، وماريا بتقول له انا عايشه مع مامتي في البيت القريب من هنا، وبتعرفه انه بترعى البقر بتاع مامتها وتهتم بيه. بعد كده ديفيد بيقول لها انا ماليش مكان معين لاني بلف في كل حته على صور جميله ارسمها، وبيعرفها ان بيكسب فلوس كتيره جدا من اللوحات اللي بيرسمها.